النهاردة احنا في استراليا، وبالتحديد عند الحيد المرجاني العظيم او الحيز المرجاني العظيم. لو اول مرة تسمع عنه، تعالى اقولك ايه هو الحيد المرجاني العظيم ده. الحيد المرجاني العظيم هو تشكيل كبير من الشعب المرجانية، ويعتبر اكبر حيد طبيعي على وجه الارض، موجود على مسافة 2300 كيلو متر، وتم اكتشافه سنة 1770. طب ليه اتسمى بالحيد المرجاني العظيم؟ اولا، كلمة حيد في اللغة العربية معناها ما برز من الشيء، فتسمى كده بسبب ان التشكيلات المرجانية اللي بتشكله بارزة فوق سطح البحر، وهو يعتبر احد اهم مواقع الغطس في العالم، ومن ضمن قائمة مواقع التراث العالمي البحري. بيعيش فيه ما يقرب من 1500 نوع من الأسماك و4000 نوع من الرخويات، وبيضم أكتر من 350 نوع من المرجان. طب الحيد المرجاني العظيم ده اتكون ازاي؟ من 20,000 سنة، وتحديدا في العصر الجليدي كانت معظم مية الأرض عبارة عن جليد، ومعظم النطوق القاري لاستراليا هو سهل ساحلي، وكان مستوى سطح البحر منخفض عن المستوى بتاع دلوقتي بحوالي 130 متر، والشعب المرجانية الموجودة هي تلال من الحجر الجيري طالعة من السهل ده. ومع بدء ذوبان الجليد من حوالي 18,000 سنة، بدأ سطح البحر بالارتفاع التدريجي، وأصبحت المياه تغمر كل النتوءات القارية والتلال، وبدأت الشعب المرجانية تنمو مرة تانية معتمدة على الأساس اللي مكوناه الشعب المرجانية القديمة، وانقطع عدد من سلاسل الجبال عن الأرض وتحولت إلى جزر قارية، موجود منها حوالي 616 جزيرة في منطقة الشعب المرجانية. لكن للأسف في ظاهرة بتهدد الحيد المرجاني العظيم، اسمها ابيضاد المرجان، ومعناها ان الشعب المرجانية بتفقد ألوانها وتتحول للون الأبيض. وقبل ما نعرف السبب في الظاهرة دي، لازم نعرف ايه اللي بيخلي الشعب المرجانية ليها ألوان كده. الحقيقة ان السبب في ألوان الشعب هي الطحالب. الطحالب دي مش بس هي السبب في ان الشعب المرجانية تكتسب لونها، لا دي كمان تعتبر هي المغذيات للشعب اللي بتخليها تكبر وتستمر في الحياة. وللأسف مع التغيرات المناخية والتلوث ومشاكل كتير تانية، بدأ يحصل ارتفاع في درجة حرارة المياه، وده بيؤدي إلى موت الطحالب، أو إنها تبعد عن منطقة الشعب اللي درجة حرارة المياه فيها عالية، فبالتالي تبدأ الشعب المرجانية دي ألوانها تبهت وتبيض، وممكن تموت بسبب إن مفيش طحالب تغذيها. وللأسف دي المرة الرابعة اللي بيحصل فيها الظاهرة دي من 2016 بسبب درجات الحرارة الأعلى من الطبيعي، وده بحسب تقرير أصدرته الهيئة المسؤولة عن نظام الشعب المرجانية في الحيد المرجاني العظيم. ولكن هناك بصيص من الأمل، وهو ان الشعب المرجانية اللي اتأثرت بشكل سلبي وفقدت لونها تقدر انها تتعافى وترجع للونها الطبيعي لو الظروف الطبيعية اتحسنت. وبالفعل اطلقت استراليا خطة حماية بمليارات الدولارات تحمل عنوان ريف 2050 او الحاجز المرجاني 2050، بعد ما هددت الأمم المتحدة في 2015 بإخراج الموقع من قائمة مواقع التراث العالمي. والحقيقة إن فكرة الفيديو وأنا بعملها كان هدفي منها إننا نتعرف على مكان رائع اتكون بفعل الطبيعة، وأكبر مكان بيضم شعب مرجانية وكائنات بحرية نادرة وكده. وما كنتش أعرف خالص عن الظاهرة اللي بتمر بيها المنطقة دي ولا الضرر اللي بيحصل فيها، بس للأسف وانا بعمل سيرش اكتر واقرا معلومات عن المكان، اكتشفت الكوارث اللي بتحصل من التغير المناخي بسبب التلوث والافعال الغلط اللي بنعملها في الطبيعة، وفهمت ليه العالم كله دلوقتي مهتم بموضوع التغير المناخي، لان لو استمرينا في اللي بنعمله هتفضل تحصل كوارث اكتر بكتير ومش هيبقى في حياة على الارض. فلازم كلنا دلوقتي نهتم بالبيئة ونحافظ عليها. الموضوع ما بقاش رفاهية، ومحدش يقولي لما نهتم بنفسنا الأول نبقى نهتم بالبيئة. كل اللي بنعمله عائد علينا. لما يحصل تلوث وتغير مناخي هتبدأ الكائنات الحية تموت، ويحصل زلازل وبراكين وحرائق غابات، وده بالفعل بدأ يحصل. كمان مستوى المياه يبدأ يرتفع ومدن بالكامل تغرق. ده لما يحصل حضرتك مش هتلاقي مكان تعيش عليه، أو بالفعل هتموت بسبب كارثة من الكوارث دي. وما تقولش يعني انا اللي هغير العالم. ايوه انت تقدر تغير العالم. وبس، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك، وتقولولي تحبوا نتكلم عن ايه تاني. باي باي.